أكبر غلطة في علاج صدفة السلحفة بتحصل كل يوم إن إحنا بنسيب السلحفة بتاعتنا لأولادنا وبتقع تتكسر وتتشرخ، وللأسف الشديد أول ما بيحصل أي حاجة للسلحفة بنروح على طول على دكتور بيطري عشان يعالج لنا السلحفة. وللأسف الشديد مش أي دكتور بيطري ينفع يعالج السلاحف، السلاحف غير القطط والكلاب يا جماعة. وطبعا معظم البيطريين بيبقوا دارسين قطط وكلاب وحاجات من دي، بيبقى نادر جدا اللي دارس عن حياة السلاحف. فرجاء لما نروح لدكتور بيطري يكون تخصص سلاحف. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده السلحفة دي طبعا وقعت والصدفة بتاعتها اتشرخت، وطبعا صحابها خدوها ودوها لدكتور، وطبعا الدكتور حط لها مسامير زي ما حضراتكم شايفين. يعني السلحفة لو مشيت المسامير كبيرة جدا، ما ينفعش يتحط اصلا مسامير بالشكل ده. المفروض هوريكم صورة دلوقتي. المفروض تكون كبسولة صغيرة جدا عشان طبعا السلحفة اما تقدر تمشي وتتحرك المسامير دي ما تشبكش في حاجة، ولو شبكت في اي حاجة والسلحفة ماشية اكيد طبعا الصدفة هتتشرخ من جديد. طبعا اي تثبيت غلط للصدفة ممكن يسبب لها ضغط على الاعضاء والتهابات وتأخير في الالتئام. اي غلط في علاج الصدفة ممكن يدخل لها بكتيريا ويسبب لها تعفن كمان في الصدفة. الصدفة مش حاجة ناشفة بس، دي فيها أعصاب ودم يا جماعة. أي ضغط غلط بيساوي ألم شديد واحتمال كمان موت للسلحفة. يعني لو ما اتعالجتش صح والجرح اتعقم صح واستخدم مواد طبية فيه ومطهرات كويسة ووقف للنزيف، السلحفة ممكن حياتها تتعرض للخطر الشديد. فاحنا لازم قبل ما نروح لبيطري لازم نتأكد انه يكون بيطري بيتقي الله في السلاحف ويكون فاهم في السلاحف، مش اخدها تجارة وخلاص. معظم المتابعين اللي بيكلموني بيقولوا لي ان هم راحوا للدكاترة، في دكاترة جزاهم الله كل خير بيقولوا لهم احنا مش بنفهم في السلاحف، وفي دكاترة يعني بيستكبروا يقولوا ان هم مش فاهمين في السلاحف فبيدوا اي علاج وخلاص. لدرجة ان في واحدة كانت طالبة من دكتور مضاد حيوي كتب لها مضاد حيوي بتاع حصنة. تصوروا مضاد حيوي لحصان يدوه لسلحفة، يعني معنى كده انه بيحكم عليها بالموت. طبعا الحمد لله ان بقى في بعض الدكاترة البيطريين بقوا بيدرسوا سلاحف وبقوا تخصص سلاحف، ودي حاجة بتسعدني جدا لاني اول ما عملت القناة ما كانش فيه ولا دكتور خالص تخصص سلاحف. فالحمد لله والشكر لله، ودي حاجة بتسعدني جدا. وربنا يكتر الدكاترة البيطريين اللي بيفهموا في السلاحف عشان ننقذ السلاحف من الموت ومن الانقراض. بحبكم في الله، انتظروني في فيديو جديد، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو.